طبعا هذول هم راعي المطعم. هالطويل الهبيل هذا ما غير يورد شيء في السوق. شو نبغى يجرجرها. السلام عليكم. بالله هذا منظر، أقسم بالله منظر مؤسف. يعني جار ذبيحة ميتة خلقة أصلا جربة، وين بوديها؟ بيعالجها، بيسويها صحون مشاوي ويبيعها ب600 ريال وهو ماخذها 150 ريال، ولا وجاي أكثر من مرة بعد. كل يوم نشوف مقطع، كل يوم نشوف مقطع إن في شخص يوثق صاحب مطعم أو مدير مطعم إنه يروح يشتري بنفسه ومن السوق غنم مريضة وغنم كبيرة. بس يعني لو في رادع هالمنظر هذا ما راح نشوفه، لو في قانون هالمنظر هذا ما راح نشوفه. عجبتني فكرة في تركيا، الصياخ الشاورما ممنوع، منع بات أي مطعم يسوي الصيخ بالمحل، يشتري من شركة متخصصة خصصتها الدولة، مغلف، شغل مضبوط مرتب، يشتري الصيخ بالوزن. إحنا ليش ما نطبق الفكرة هذه؟ حماية مستهلك، وزارة التجارة، وزارة الزراعة، ليش يعني مو قادرين يحطون قانون إنه يمنع منع بات أي دخول ذبيحة كبيرة بس في السوق، ويخالف عليها يتعاقب عليها، الدلال يتعاقب عليها، اللي جاي يبيعها يتعاقب عليها. يا أخي حطوا جهة حكومية مختصة تأخذ ذبائح كبيرة بس ذي وتعدمها وتجمد اللحم وتبيعها برا لأي حديقة حيوان بالعالم، مو يقعد يبيعها لنا المقيم هذا، لأنه لا فكر لا فينا ولا فكر بالدولة كلها. أتمنى أنهم يطبقون الفكرة هذه، تكون جهة مختصة تمنع هذه المناظر، تكون مختصة بأن أصحاب المحلات والمطاعم يشترون من عنده. على الأقل ناكل شيء نظيف. الدجاج غش، الذبائح غش، حتى السمك غش. وش بقى ناكل؟ العالم كلها مرضى، سبها الأعمال الوافدة هذه اللي لا يخافون الله وهم الربح، والله ما هم المواطن. أتمنى أن تطبق الفكرة هذه، وأتمنى أن يطلع قرار يلزمهم بالشيء ذا. السلام عليكم.